إذا متابعينا الكرام، هذا نداء عاجل لساكنة مدينة مراكش. الموضوع جد 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 خطير، ويجب تنبيه السلطات المغربية فورا. يجب تنبيه الشرطة المغربية فورا للقبض على هذا الحيوان، على هذا الكلب الجزائري رشيد نكاز اللي جاء اليوم الى مدينه مراكش ونشر واحد الفيديو. نشره دابا تقريبا جوج ساعات، ساعتين دابا باش نشر هذا الفيديو كيف ما كتشوفوا الان امامكم على الشاشه. ونشر عنوان قال لك اودي مسجد الكتبيه بناه جزائري. قال لك مسجد كتبية بناه الجزائري في 1146. وليس هذا فحسب، ليس هذا فحسب، بل ينشر خريطة المغرب مقسمة ويقول بأن المغرب يحتل الصحراء. يقول بأن المغرب يحتل الصحراء. نداء عاجل لجميع المغاربة، أي واحد في مدينة مراكش يقوم بالواجب. يجب أن يصل هذا الفيديو للسلطات المغربية، ويجب اعتقال هذا الحيوان هذا والقيام بالإجراءات القانونية ضده. ما يخرجش من المغرب قبل ما يتعاقب. هذا الشيء اللي دار خطير جدا، هذا الشيء اللي دار خطير جدا. أنا دابا أمامكم غادي ندخل لمنصة البلاغ، وغادي نبلغ المديرية العامة للأمن الوطني باش أنها تقوم بالتعامل مع هذا الحيوان الذي يقوم بالإساءة أولا لمعلمة تاريخية مغربية، ويقوم بالإساءة كذلك للوحدة الترابية المغربية، ويقول بأن المغرب يحتل الصحراء. أنا غادي نقوم بالواجب أمامكم في منصة بلاغ اللي هي تابعة للشرطة المغربية، ولكن اللي كاين في مدينة مراكش يمشي بلغ الشرطة، يمشي بلغ السلطات المحلية، لأن هذا الشيء خطير جدا ولا يجب أن يمر مرور الكرام. لا يجب أن يمر مرور الكرام. أنا دابا غادي ندخل كما تشاهدون، غادي نقوم بالإبلاغ، وبطبيعة الحال اللي ما كاينش في مدينة مراكش غادي نوريكم الخطوات كيفاش أنكم تدخلوا لمنصة إبلاغ باش توصلوا هذا الفيديو بشكل عاجل للسلطات الأمنية المغربية. فبعد ما غادي تدخلوا للمنصه ديال الابلاغ، غادي تبان لكم بحال هكا، غادي ديروا ابلاغ هنا، غادي تكليكيو عليها، ثم غادي تطلع لكم هذه المنصه، غادي دير ابلاغ مستعجل، غادي دير ابلاغ مستعجل، غادي تكليكي عليه هنا، غادي تعمل وافق على الشروط العامه للاستخدام، وغادي دير التالي. فاش غادي دير التالي غادي تطلع لك متابعينا الكرام هاد يعني يعني القائمه اللي كاينه هنا. غادي نديروا التحريض على التمييز او الكراهيه. هنا بطبيعه الحال هنا كتكون مختلف الجرائم اللي يمكن توقع على المستوى الالكتروني. حنا غادي نديروا التحريض على التمييز او الكراهيه، ثم غادي نديروا التالي. فاش غادي نديروا التالي، دعامة المحتوى غادي نديروا على موقع، ولا غادي نديروا على مجموعة نقاش على الانترنت، اوكي، على مواقع التواصل الاجتماعي. غادي نختاروا على مواقع التواصل الاجتماعي. تاريخ المعاينة غادي نديروا اليوم، ساعات المعاينة بطبيعة الحال حنا يلاه شفنا الفيديو دابا. رابط الموقع غادي ناخذوا اللين ديال هذا الفيديو وغادي نديروه هنا. غادي ناخذوا اللين ديال الفيديو ديال هذا الميكروب ديال هذا الحيوان وغادي نديروه هنا، ثم غادي نديروا الاسم ديال المشتبه فيه، غادي نديروا رشيد نكاز، ثم غادي ناخذوا الاسم ديال القناه ديالو اللي كاينه هنا، وغادي نحطوها في معرف المشتبه فيه راهي رشيد نكاز. هنا بطبيعه الحال غادي نكتبوا الوصف ديال ما قام به هذا الحيوان من تصرف خطير جدا ويجب ان يعاقب عليه. هنا غادي نكتبوا الوصف بطبيعه الحال، غادي نديروا هذا الجزائري ولجأ الى المغرب تحديدا إلى مدينة مراكش، وقام بنشر فيديو على قناته في اليوتيوب يقوم فيها بالتطاول أولا على الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ويصف المغرب بأنه بلد محتل للصحراء المغربية، ويقول ويدعي وينشر وقائع تاريخية مزيفة، حيث يدعي بأن مسجد الكتبية قام الجزائريين ببنائه، وهذا تطاول خطير على تاريخ المملكة المغربية. المهم انا درت هذا الوصف، ثم كتب الوصف اللي قال لكم عقلكم، ولكن الوصف يكون مرزوم بطبيعه الحال باش يوصل للسلطات الامنيه المغربيه. التالي، فاش غادي نديروا التالي بطبيعه الحال هنا عندك الخيار، يا اما تدخل المعلومات ديالك الشخصيه، يعني كتبلغ بالاسم ديالك،
كتوصل هذه المعلومه للمديريه العامه للامن الوطني بالاسم ديالك، يا اما كتعمل البقاء مجهولا. الا ما بغيتيش تدخل المعلومات ديالك كتدير بقاء مجهولا، ثم كدير التالي: ها هو التحقق من صحة البلاغ الذي قمتم به، نوع المحتوى تحريض والتمييز على الكراهية، دعامة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، تاريخ المعاينة بتاريخ اليوم، رابط الموقع هو الفيديو بطبيعة الحال اللي درنا، المشتبه فيه رشيد نكاز، معرف المشتبه فيه رشيد نكاز، الوصف: هذا الجزائري ولجأ إلى المغرب تحديدا إلى مدينة مراكش وقام بنشر فيديو على قناته في اليوتيوب يقوم فيها بالتطاول أولا على الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ويصف المغرب بأنه بلد محتل للصحراء المغربية، ويقول ويدعي وينشر وقائع تاريخية مزيفة، حيث يدعي بأن مسجد الكتبية قام الجزائري ببنائه، وهذا تطاول خطير على تاريخ المملكة المغربية. ثم غادي نديروا تأكيد متابعينا الكرام، وغادي نصيفطوا البلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني. نشكركم على تبليغكم، لكن متابعينا الكرام اللي كاين في مدينة مراكش ما يديرش هادشي. اللي كاين في مدينة مراكش يمشي لأقرب ولاية أمن وياخذ معه الفيديو ويعطيه للشرطة، يعطيه عناصر الأمن، باش إلا كان مازال في مدينة مراكش بعدا يقلبوا عليه، ولا كان مشى لمدينة أخرى يقلبوا عليه في مدينة أخرى قبل ما يخرج من المغرب، في المغرب. إذا كان مازال في المغرب يجب القبض عليه والتحقيق معه وتطبيق الإجراءات القانونية عليه، لأن المسألة ليست فقط أنه حاول تزوير التاريخ، وإنما كذلك شوفوا شنو دار، جاب خريطة ديال المغرب مقسومة ويقول بأن المغرب يحتل الصحراء. هذا الشيء يجب أن لا يمر مرور الكرام. اللي ما كانش في مدينة مراكش يدير هذه الخطوات اللي وريت لكم الآن، اللي شفتوا في الفيديو. أنا غادي نخلي لكم الرابط ديال منصة إبلاغ ولا إبلاغ في أسفل هذا الفيديو. الخطوات انتم شفتوها، كل شيء يدخل، كل شيء يهجم على المنصة ديال الإبلاغ، يجب أن تصل هذه المعلومة فورا لمصالح الشرطة المغربية، وأن لا يخرج هذا الحيوان من المغرب إلا وهو معاقب على هذا يعني المصيبة الكحلة اللي دار في مدينة مراكش. فبالتالي متابعينا الكرام، ما نخليوش هذه المسألة تدوز مرور الكرام، وصلوا الصوت ديالكم، الهجموا على المنصه ديال الابلاغ وكذلك اللي كاين في مدينه مراكش، يمشي يتواصل مع المديريه العامه للامن الوطني، ويتواصل كذلك مع عناصر الشرطه وولايه الامن في مدينه مراكش. هادشي اللي كاين حاليا متابعين الكرام. غادي نتبع الموضوع بطبيعه الحال، فكنتمنى بانكم تفاعلوا مع هذا الفيديو، بارطاجيو هذا الفيديو لاوسع النطاق باش انه يوصل لاكبر عدد ممكن من الاشخاص، اكبر عدد ممكن من الناس اللي غادي يدخلوا يشاركوا معنا في هذه الحمله هذه من اجل القاء القبض على هذا الزنديق الجزائري التابع لنظام حضارات الجزائر اللي دخل وحاول على انه يستفز المغاربه، فيجب ان يعاقب ولا يخرج من المغرب الا وهو معاقب. هادشي اللي كاين حاليا متابعين الكرام. خليوا لي الاراء ديالكم، ما تنساوش تبارطاجيو هادشي على اوسع نطاق، وغادي نشوفكم كذلك في فيديو قادم.